ازيكم حبايبي؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده عملنا مخلل اللفت في 3 ايام بس، وهتكوني تاكلي منه. كمان جميل قوي وطعمه جميل قوي، ولونه كده حلو، مش محمر قوي. ولكن انت لو عايزاه محمر قوي هتكتري طبعا البنجر. بصوا ده توم، انا مقطعه توم وعصرة ليمون، طبعا عصير ليمون معانا. ايه رأيكم بقى؟ بصوا المية خفيفة حلوة يعني محمرة. وطبعا معانا بنجر حطيناه في الوقت ده. عايزة اقول لكم طعم خرافة وجميل قوي قوي، بجد بجد احلى مخلل هتاكلوه في حياتكم. ما تستغربوش قوي على التوم اللي انا قطعته وحطيته. بصوا طبعا هنا معايا اللبس ده بتجيبيه طبعا. انا نقعته في ميه طبعا يوم كامل، وانا اغير الميه بتاعته عشان اخرج الطين منه. وبعد ما خرجت الطين منه غسلته كويس جدا بالفرشة. طبعا لازم بخرط كده الحتة اللي من فوق القشرة كده، بخرجها خالص. طبعا عايزة تقطعيه مشرشر بالسكينة مشرشرة، فبراحتك انتي. تمام، انا طبعا قطعت الكمية كلها، بس 2 بس اللي انا قطعتهم معاكم. تمام. لايك يا قمر. عايزة اقولكم جميل قوي ومفيد قوي طبعا اللفت. حبايب قلبي ما تخافوش. طبعا في ناس بيقولوا المخللات غلط. طبعا هي مش غلط كتير، بس كترها غلط. آه، لازم حبايب قلبي الواحد ياكل بكتيريا نافعة، يعني حاجة بكتيريا ايه بقى؟ البكتيريا دي هتلاقيها في المخللات، بس تكوني انت محضراه في بيتك. لكن المخللات اللي بره الجاهزة دي مفضلاش خالص. تعملي انت المخلل في بيتك لأولادك، وممكن تاكلي كده 2 3 منه، ما تكتريش برضو، عشان يبقى مغذي ويديك الفايدة وما يضركيش خالص. طبعا هنا معايا واحدة بنجراية. طبعا انا قشرتها عشان القشر ملوش لازمة. تمام كده، هتجيبي برطمان طبعا، اي برطمان عندك هتعملي فيه. طبعا انا غسلته كويس جدا زي ما شفتوا كده، نضيفه خالص. هترصي كده طبعا. واحنا وبنرص طبعا انا كنت مقطعه بصراحه توم مقطع ناعم، وكنت برصه. بس مش عارفه ليه المقطع ده متصورش يعني، اتحذف يعني. فانت زي كده في كل صف طبعا بتحطي تكون معاكي جنبك توم ناعم مقطعه حتت صغيره، وهترصي كده في كل صف طبعا قطعتين صغيرين خالص من التوم. يديكي نكهه حلوه وطعم حلو قوي. وبصوا كده انا قطعت، ايوه في الوقت ده بالظبط انا كنت مقطعه الثوم وحطيته برضو. بصوا البنجر طبعا بتقطعي في كل صف شريحتين زي كده او قطع صغيره. وطبعا بترصي، وطبعا بتكوني محضره عصير ليمون جنبك. برضو المقطع العصير الليمون ده اتحذف عشان كان برضو مع التوم، بس ديني انا قلت لكم عليه. ولو انت نسيتي في عصير الليمون ما تحطيه، ممكن عادي يوم قفلت عليه تاني يوم افتحي وحطيه عادي. اهم حاجة عصير الليمون عشان تخلي كده المية فاتحة
يعني هي حمرا مش كاتمة كده، لا تبقى فاتحة. بصي ترصي كده، بص بنجر زي كده، وبرده توم نفس التقطيعة دي كده، وبترصيه من فوق. تمام، قطعت البنجراية كلها طبعا في البطرمان ده عشان البرطمان ده كبير. طبعا هنا هنعمل المحلول. اول حاجة معلقة سكر كبيرة. وطبعا الملح دياتي على حسب ما تخليهاش تملح قوي، بس تكون حلوة يعني حقيقة كده كويس. طبعا كده خلاص هضيف بقى المحلول اللي انا عملته. المحلول ده فيه مية وملح وسكر فقط، مش اي حاجة تاني. وطبعا بعد ما تكبي كده وتعصري العصير الليمون زي ما قلنا، في حدود كده 4 ليمونات هتعصريهم في البطرمان، وهتقفلي عليها بعد 3 أيام بقى. بس أهم حاجة يعني في حدود ال3 أيام دي طبعا انت بتقلبي البطرمان وتعدليه تاني، تقلبيه وتعدليه تاني. تمام، بحيث طبعا ايه ان هو كله يتاخد لون واحد. طبعا مليتها مية خالص كويس، وحطيت التوم وعصير الليمون. كده خلاص هقفل عليها. بعد 3 أيام بالظبط هوريكم تاكلي منه ازاي بقى الفهنة وشفا. بصوا، كل يوم كده انا بعمل بالطريقة دي زي ما شفتوا. ايه رأيكم بقى؟ شوفوا بعد 3 أيام، يعني انا لو خليته اسبوع متهيألي اللون هيبقى اكتر من كده بكتير طبعا. عايزه اقول لكم طعمه جميل قوي قوي. التوم التوم طبعا محدش يستغرب، هو جميل قوي، مديله نكهه حلوه وطعم حلو قوي. اهو التوم بصوا، هو ده اللي انا بوريه لكم. ده التوم حبايب قلبي اللي انا قطعته. ان عجبكم الفيديو يا حبايب قلبي تخلطوا لي لايك وتفعيل زر الجرس، واللي ما اشتركش في قناه ام كرز يشترك، واعملوا لي شير على الفيديو، يستاهل لايك طبعا. ايه رايكم بقى؟ جميل بجد بجد، حاجه انت ضمنها في بيتك لاولادك. برضو ممكن في اللانش بوكس تحط لهم 2 في المدرسه. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.